آية باب خنا فديلا ولد فني صلاة قبوت ودبتني لا صلى الله عليه وسلم آية صلاة ولد فني صلاة أفضل من صلاة الفجر صلاة قبا صلاة الرجال جن ب27 درجة درجات دمي تربان متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل صلاة قربان في جماعة مع جماعة جماعة وجين صلاة تضعف نجال تجن على صلاته صلاة إساء في بيته خمنا صلاة الرا وفي سوقه خبك واغر قرة صلاة الرا 25 ضعفا درجات دمي شنين چالتي فقينيا فدينيا فالالوداني وذلك تدافو جلغدا چالون سن أنه نمچي إذا تودى قودا وداته فأحسن الوضوء دو ساعة الفتح ثم خرج إيقنا بي إلى المسجد إلى مسجدا لا يخرجه حالي سنبابنين إلا الصلاة صلاة ملي لم يخط خطوة تركان في تكلين تركان فتجان إلا رفعت له بها درجة صوبات تركان في سنين درجان ساول فورم تملي وحطت عنه بها خطيئة صوبات تركان في سنين ما سيا رابو تملي إذا صلى وقود صلاته لم تزل الملائكة ملائكان انديم تجن تصلي عليه رحمة إساء خدجور ما دام في مصلاه وان بكت صلاة سن الدوامين جيجو ما لم يحدث وان الدنيا ناسوين تقول ملائكان نجت اللهم صل عليه يا رب نمخنا رحمة الرب سيجت اللهم رحمه يا رب رحمة إساء قدي اللهم صل عليه يا رب سار عرمي ورحمه رحمة إساء قدي جتججو ولا يزال في صلاة ولا يزال نمجن ديم جم في ثواب صلاة صلاة خيست تورا من انتظر الصلاة وان صلاة إيقتيني إيقتشون كن بيخا مسجد تايتي مت قلبين زوري يقو صلاة ما أسري بودر رجلا وان قلبي يادك أبدون جدو صلاة خنا لميني كونما صلاة جنو جيشو لا هاني سخافتو هاني سقرقرتو قلبي ساتين صلاة سن إيقتشا وان جرون ميلا لا جايب ربي خينيا أرجو ربي خينيا خاركان دلغتشو جرو قلبي تنيا صلاة برو جراني أكو منما صلاة جرو تلالا من تزل الصلاة أمبر زوري صلاة مسجد خيسة تيسي أسري يقتي أسري صلاة تيسي مغرب يقتي أسري مغرب صلاة تيسي إشاء يقتشو متي ربي نكاسم برباني مالي فواد لغتشو سري برباد ربي قلبي تيتين برجرات صلاة تلوفا صلاة كسيتي جت يقتشو سنبان ربي متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد ندر دي منافن تاني يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي كدتي أن يرخص له رسول رخصة يساقلو ويصلي في بيته فرخص له رسول رخصة قلني فلما ولى دعاه رسول يامن فقال له رسول لجنين هل تسمع النساء أذان لقي ساي بالصلاة أقو صلاة بزانا قال نعم قال فاجب أقصت خط جنين رواه مسلم. وعن عبد الله وكيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام دوب بنيسا سمي كبوخانة الدماتي والسباع بنيسا قرقودة خانة الدماتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمن تها أقوها رسول جنين تسمع حي على الصلاة خوتا خرا صلاة يجول لقيسا حي على الفلاح خوتا خرا ملكي كبو يجول لقيسا جنين فحي على إنين لقيجي خوت جنين كستاتو لالا رواه أبو داود بسناد حسن. أما خبر الله هيمن كنمين نمني فياك أبو من الصلاة مال قافتلالا ومعنا معنى حي على جيتشو تعال
خوت جيتو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا كجان والذي نفسي بيده والله ربي لبون تورك ساجرتون كخدجان لقد هممت وغاني يا دجان أنا أمر بحطب أني كبي قرآني تججو فيهتطب أولي كبمتو ثم أمر إيغانا أمرون جججان بالصلاة صلاتتي فيوزن لها ثم أمر رجلا إيغانا نمتكو أججون أجججا أججو يا دجان فيؤم الناس خن بكتي يبو إينا ما إمامته ثم يخالف إلى رجال إيغانا في يادون في ديمو يادي إلى رجال كمورما ويحرك إليهم صلاة الربن إسان الرقبو يادي جلالا بيوتهم من إنساني متفق عليه وصول الله جولين كيسي جراء شباتي حديث لكو خيست أما قايب الدان نمو قبور انجلتو لا يوزو بالنار إلا رب النار حديث سني بخل الله موارده اللي قرأ وصول ربين بيسسيني رسول لك كان يعدني جن أما سني يعدي من انتلين رسول لي آية وابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى نمشي إسقم مجيز ربي كن نمون غدا برو مسلما حال ربي توكيشوم ساتين فليحافظ على هؤلاء الصلوات صلاة شنن كان رتايق توجن حيث ينادى بهن كيسير رازانا دكيلا فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم ربي النبي قيسني فكرغو ديجا سنن الهدى حراك جلتما وإنهن حراني جماداهن من سنن الهدى حراك جلتما سنن رايجن ولو أنكم صليتم ودو يسين صلاة نجن في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لدللتم ولقد رأيتنا عبد الله المسعود كنجي لغانونين أركيج وما يتخلف عنها على صلاة الجمار نفنين إلا منافق نما منافق ملي معلوم النفاق منافق ما سابق كمته ولقد كان الرجل لغا قربان نتيج يؤتي به إسان رفون كان قدمو يهادى بين الرجلين نما لما جدو قما قبا حتى يقام في السفر هنك سلفي خيس الأبا رواه مسلم يودي إسيا وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى خراك جلتما نبرسيسي وإن من سنن الهدى خراك جلتما سنرا الصلاة في المسجد صلاة مسجد خيس صلاة نيجي الذي يؤذن فيه مسجد سنوخ خيس أذان قرأ مجتو وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة نمني سدي وانتا نجان في قرية ولا بدو بادياتك خيست لا تقام فيهم الصلاة صلاة الجمان سان كيست الأبم إلا قد استحوذ عليهم الشيطان الرمو يملي وانتا نجان وعليكم بالجماعة جمان صلاة نسر التاجرات جان فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية رواه أبو داود بإسناد حسن باب الحث على حضور الجماعة باب غنا جماعة دفور نما خاصون وتدبتنيا في الصبح والعشاء صبي في شاي خيست عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء نمشي شاي صلاة في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح نمشي ما صبي صلاة في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ثواب قيام نصف ليلة ثواب جنال كني لابجو إسافتاجا ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة ثواب غرتيال كان غوتو لابجو إسافتاجا قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة وصواني شايخ سجرابي غني والصبح لا توهما ندفنجن ولو حبوا ولو كان المشي حبوا
وصودي ميساني شرك إنسان تيلين دفني جنججو. متفق عليه وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين صلاة المنافق رد الفاتان تانجا من صلاة الفجر صلاة سبيتي في والعشاء ولو يعلمون وصوبيخني ما فيهما صواب إسان لمن كبن لا توهما ولو حبوا وصو شركني اللين دفني جنججو. متفق عليه. باب الأمر بالمحافظة أيه بابا خان إيجتشون لما جيجونو تتبتن على الصلوات صلاة شنيرت المكتوبات واجبة تاتي والنهي لكيتي أما دوركا جبدو نما دوركو تتبتن والوعيد الشديد صداچسي سجبا نما صداچسو في تركهن سيدي سوخيست. قال الله تعالى ربين التنجا حافظوا على الصلوات صلاة شنر إيجدا والصلاة الوسطى صلاة إيجدا. وقال تعالى ربين التنجا فإن يوراد بدير رجلا سن الرادي بيني وأقاموا الصلاة صلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم راساني بنا فيجا. وابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أنقى فدجا أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها الصلاة لنانجي. قلت ثم أي قال نبي ربي رجال البر الوالدين أنا بطلت دلقوا راجا. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يهودا نصارى راخنتاني فادعوهم إسايامي إلى شهادة أن لا إله إلا الله كما ربي انتقو جتشورا وأني رسول الله أني لينر كما ربيتي فإن أتاوا لذلك يوخنسي إيجان فعلمهم إسان برسيسي أن الله تعالى ربي نلتي افترض عليهم إسان الرواجب قدي 5 صلوات صلاة شن في كل يوم وليلة فإنهم أتاوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أتاوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها جد دعاء سنيتي في وبين الله ربين كبلو حجاب ساتر رنجلو جي. متفق عليه. أدينهم متفقين جرب الله ججبات دا أدرا بكان سنجو تنقلالا ركونتو نكر رادي بترب خدا